بقولك يا أستاذي، أنت إزاي عايز تسوق لمنتج أو تبني بيزنس وأنت عاجز إنك تسوق أبسط فكرة من أفكارك في حياتك اليومية؟ لو مش قادر تشرح وجهة نظرك لصاحبك اللي قاعد معاك في قعدة قهوة أو تقنع أسرتك بحلمك من غير ما تتلخبط، يبقى إزاي عاوز تقنع سوق كامل إنه يصدقك؟ أنت مالكش لازمة، ما تزعلش، أنا كمان ماليش لازمة. كلنا ملناش لازمة في كوكب فيه 8 مليار بني آدم، كل واحد فيهم مسحول في مدار كوكبه الشخصي. بس الفرق الحقيقي إن في واحد بيعرف يحول اللا معنى لقصة، والقصة هي اللي بتخلي ليه قيمة. نيتشه كان بيقول إن الإنسان محتاج إرادة القوة، وفي لعبة الماركتينج إرادة القوة دي مش إنك تسيطر على غيرك، لأ، لكن إنك تعرف تصيغ نفسك في عيونهم. كل موقف بتعيشه، كل كلمة بتقولها هي حملة تسويقية مصغرة. أرسطو نفسه لخص الإقناع في 3 عناصر: العقل والعاطفة والمصداقية. يعني حتى الفلاسفة كانوا بيشرحوا الماركتينج من آلاف السنين. الناس مش بتشتري المنتج، الناس بتشتري القصة اللي حوالين المنتج. ولو انت مش قادر تبني قصة عن نفسك في حياتك العادية، عمرك ما هتعرف تبني قصة لبراند في السوق. عارف ايه أسوأ من ان الناس ما تفهمكش؟ انهم يفهموك غلط، وساعتها انت مش بس بتخسر، انت بتتسجن في نسخة مش بتاعتك. الخلاصة يا حضرة ان الماركتينج مش مهارة بتتعلمها في كورس، الماركتينج هو ممارسة وجودية في طريقتك وانت بتتكلم، في اختيارك لحضورك او غيابك، في صورتك الذهنية اللي بتسبق كلامك قدام الناس. قبل ما تبقى ماركتير في السوق لازم تعيش ماركتير في حياتك، مش علشان السوق محتاجك، لكن عشان انت محتاج تتحول من فكرة مبعثرة مشتتة لعلامة تجارية حية.